لا القناة، اي قناة في العالم، وانا عارف بقول ايه. وهشرح لحضراتكم هذه الصورة من المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اللي بجد بقى، اللي انتوا بتشوفوه كله في الصور ده ملوش علاقة بالمسجد الاقصى. هوري لحضراتكم المسجد الاقصى، هوري لحضراتكم سيدنا محمد ام الانبياء فين. لما قالوا له انت كذاب اوصف لنا المسجد الاقصى، فبدأ يوصف النقوش. هوري لحضراتكم النقوش اللي موجودة في المسجد الاقصى. انتوا هتذهلوا الاول، لان المسجد الاقصى ده تحت الارض بحوالي 12 متر. الاهم من ذلك ان انا هوري لحضراتكم برضو المكان اللي بيقولوا فيه هيكل سليمان. الصراع كله على 100 متر مربع، هنشوفهم مع بعض. اللي احنا شايفينه ده كان باب الاسباط. احنا دخلنا كده، دي الساحة. القبة السوداء اللي في الوش دي اللي داخله عليها الكاميرا، هو ده الدور الثاني من المسجد الاقصى اللي هو على وش الارض، اللي بناه الوليد بن عبد الملك والسلطان اهون، السلطان العادل الوليد بن عبد الملك. ده اللي فوق اللي الناس بتصلي فيه. المسجد الاقصى اهو بقى اللي تحت الارض ده اهو، ده المدخل بتاعه. الباب هيتفتح، فتحنا الباب، هو ده المسجد الاقصى زي ما حضراتكم شايفين. ده تحت الارض بحوالي 12 متر. نظام انابيب، انبوبه دائريه اهي، ده جدرانه. قال له بقى لحضراتكم، والتوسعات دي عملها عمر بن الخطاب. يعني ده كله ده اللي بنيه الفاروق عمر بن الخطاب. كل اللي حضراتكم شايفينه ده الفاروق عمر بن الخطاب الذي بناه بالنظام الانبوبي اللي حضراتكم شايفينه ده، لان ده محفور في قلب الجبل، ده محفور جوه الجبل، ده جوه الجبل. ده السقف زي ما حضراتكم شايفينه، الانبوبه اللي حضراتكم شفتوها. هذا المسجد الاقصى، ده الفواصل، لا انبوبتين جنب بعض، الممرين الاثنين اللي بناهم الفاروق عمر بن الخطاب اهو. في بنات معديه من ممر واحنا واقفين في الممر الثاني، وفي بينها وبين بعض الابوات اللي هي على الطراز الاسلامي اللي حضراتكم شفتوها. العواميد اللي حضراتكم شايفينها دي بتحمل المسجد الاقصى اللي فوق اللي بناه، المسجد اللي بناه الوليد بن عبد الملك، هو ده المسجد الاقصى. هي دي النقوش بقى بتاعت العواميد دي في قلب الجبل اهو. شايفين بقى حضراتكم عشان عدم الترميم وعايزينه يقع، شايفين حضراتكم كل ده تحت الارض بعمق 12 متر. ده عمود من العهد السابق للإسلام، شايفينه حضراتكم. المنطقة دي اسمها حجر سليمان، المنطقة اللي حضراتكم شايفينها دي حجر سليمان. ده الجبل، ده العمود ده في قلب الجبل وكان هيقع، فعاملين له الصلبة
اللي حضراتكم شايفينها دي من الخرسانة اهو، صلب الخرسانة، دعائم اللي شايلة الحوامل التي تحمل المسجد الأقصى اللي فوق، اللي بناه الوليد ابن عبد الملك، وليد بن مروان بن عبد الملك. اللي حضراتكم شايفينه ده بقى هي دي الصراع على الحتة دي. رجعنا تاني للعمود، هتيجي الصورة تاني، عمود اللي كان هيقع والمعمول له صلبة. هو ده تحت الإشراف الأردني. الأردن هي اللي بتشرف على الحاجات دي، وهي اللي عملت الصلبة دي، وعملتها بعد معاهدة السلام اللي وقعتها مع إسرائيل. لأجلك يا مدينة الصلاة دي أحد نقوش الأعمدة. كل ده في منطقة اسمها حجر سليمان، اللي هي أول شيء في المسجد الأقصى. هو ده المسجد الأقصى، ده المسجد الأقصى الذي لم يراه أحد، ولم تذيعوا قناة ولم تصوروا قناة من قبل. ده حجر سليمان بقى. هذه هي القبلة التي أم فيها النبي الأنبياء قبل الصعود إلى سدرة المنتهى. أهي جايبينها تاني، شايفين بقى حضراتكم في المساحة دي، هي دي في المنطقة دي، وهي دي النقوش اللي ما سألوه أهله في مكة طب قول لنا اللي موجود في المسجد الأقصى، فوصف النقوش اللي حضراتكم فتحنا منها دي عشان بيصف المسجد الأقصى من بره، الساحة اللي بره والحتت دي. الساحة اللي بره دي كانت قدام الجبل اهي. تاريخ الحتت السوداء دي بتقول تاريخ قديم جدا، حيطان جبلية في بطن الجبل. اهو اهي اهو زي ما حضراتكم شايفين استعراض للسقف. اهو ده، دي اسمه حجر سليمان. اهو هو ده صلى النبي امام في المساحه دي، وكان واقف ورا منه الانبياء في العرض والطول اللي حضراتكم شفتوه ده. احنا هندخل هنا بقى جوه الباب اللي احنا شفناه. دي مغاره اهي، دي بقى المغاره اللي موجوده، اللي بيقولوا الهيكل موجود هنا. هم بيقولوا الهيكل تحت دي، طبعا لا في هيكل ولا في حاجه خالص موجوده اهي. احنا بذلنا المستحيل على ما صورنا دي. ده اهو هي دي المنطقه دي اللي هي الاوضه اللي جنب دي. هم بقول لك بقى ده الهيكل تحت دي، الحته اللي حضراتكم شفتوها قال لك الهيكل تحت دي. ده بقى حضراتكم ما زال المسجد الاقصى اهو. ده كل دي التوسعات اللي بناها سيدنا عمر بن الخطاب. انما الحته اللي حضراتكم شفتوها دي في الاول اللي هي فيها المغاره، واللي انا قلت النبي عليه الصلاه والسلام صلى اماما للانبياء، كان هي دي اساس المسجد. دي اسمها الساحه المروانيه، دي جنب المسجد الاقصى اللي حضراتكم شفتوه. بناها مروان بن عبد الملك، بنى الساحه المروانيه. كل ده ما بتذاعش ولا اتشاف قبل كده، لانه ده تم اعاده افتتاحه بعد ما الاردن وقعت اتفاقيه السلام مع اسرائيل، لان ده وقع تحت الاشراف الاردني. دي ساحه المروانيه اللي كان بنيها مروان بن عبد الملك.